صباح الخير. بتوقيت تسجيل القراية دي أو الرسالة دي لو صدفتك يبقى هي بتنطبق عليك. صور كروت الرسالة هتلاقيها في الكومنتس، ودايما ابقوا بصوا على description box لاني ممكن اكون سايبة فيه معلومة او كاتبة فيه اي حاجة مهمة. تعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم نعرف الناس اللي بتسمع الرسالة دي معايا دلوقتي ايه اللي هم محتاجين ان هم ما يخافوش منه في اللحظة دي، اللي بيفتحوا فيها الرسالة او في اي لحظة تانية يهاجمهم فيها نفس الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. surrender resentments, holding on to only poisons you. Try to forgive others for their shortcomings and keep moving toward positive situations in your life. اللي محتاجين ان انتوا ما تخافوش منه في اللحظة دي ما تخافوش تتخلوا عن الاشياء، ما تخافوش انه في شيء هيفوتكم، تسامحوا رغبتكم في انكم مش قادرين تتمسكوا، تحاولوا تاني، تحترموا حكمتكم في اللحظة دي. لو انتوا شايفين ان جسمكم تعب، اعصابكم تعبت، تعملوا ده بمسامحة لنفسكم ومسامحة للي حواليكم وشركائكم في الموقف، حتى لو هما لموكم او وصفوا ده بشكل مش شبه اللي جواكم، او ما قدروش يشوفوا ويطلعوا على كم التعب اللي جواكم وعدم القدرة اللي جواكم في اللحظة دي. مع وعيكم تماما، لو انتوا فعلا كان ممكن يكون عندكم طاقة وتحاولوا اكتر، او انه حتى انتوا تعبتوا بسرعة، حتى لو ده كله حاصل هي دي قدرتك. المهم انك تبقى فاهم ومصارح نفسك انت اتخذلت فعلا ولا خلاص ما عدتش قادر.
وعاوزة اقول لكم حاجة، انه حتى لو انت في موقف ما اتخذلت، فافهم برضو انك مش قادر. يعني مهم تبقى واعي ايه اللي حصل منك بالظبط، وتحترم عدم قدرتك، بس تبقى عارف ايه درجة اللي حصل منك. لانك حتى لو في موقف ما اتخذلت بدري قوي ومحاولتش، لازم تكون معترف بده، معترف بده اللي قدامك، ومعترف بده لنفسك. وتبقى مسامح نفسك على ده، وعارف انه حتى تخاذلك ده في سبب وجيه وراه، يخص انك يمكن تعبان من مواقف سابقة، انك يمكن محتاج ترتاح في اللحظة دي، او في الوقت ده من حياتك. وتسامح نفسك تماما على ده. ما تحسش تجاهه بأي ذنب. وفي كل الأحوال، سواء فعلا انت اتخذلت او لا، انت حاولت كتير مع شريكك او مع الموقف اللي انت فيه ايا كان، حتى لو حاجة انت كنت ناوي تعملها، او حاجة بتحاول بقالك كتير انك تعملها، تكون مسامح الحاجة دي ومطلق صراحة في الوقت ده خلاص. وانت مش بتكره نفسك فيها علشان تقدر تتخلى عن تحقيقك ليها، لا، يعني ما زلت مسامحها جواك ومتقبلها، ومتقبل الموقف كله باللي حصل فيه. وهكذا لو شريك، حتى لو الشريك نفسه ده بيلومك، او صديق ليك بيلومك، او شايف الموضوع بصورة غير واعية منه، خليك برضو متقبله ومسامحه، وقلبك مفتوح ليه، ومتمني ليه كل الخير، كل السعادة، وكل الراحة. وانت واثق ان هو في وقت من الأوقات هيمر بنفس الحالة، وهيفهم بعدين، لأننا كلنا بنعيش نفس الأدوار، وبنبقى في نفس المواقف، بس ما حدش فينا بيبقى عاوز يعترف بده. وأكثرنا وعيا هو اللي اتحط في كل المواقف وفي كل الأدوار، عشان كده قادر يحس بإحساس كل مراحل الوعي. أكثرنا وعيا هو اللي عارف إن كلنا بنعمل نفس الحاجة جوه الظروف، كلنا بنمر بنفس التحولات. خصوصا في مواضيع معينة زي العلاقات والصداقات وعلاقات الأهل وهكذا، بعيدا بقى عن المواضيع الكبيرة، يعني اللي هي إيه،
في شريحة وعي ممكن تكون بعيدة عنك شوية، أو بعيدة وغير مألوفة شوية في عوالم بعيدة عننا. بس في النهاية لو انت شخص قادر حتى بقلبك تستشف رحلة الروح، هتعرف انه حتى المناطق البعيدة في شريحة الوعي دي روحنا اكيد عاشتها في وقت من الاوقات، مرت بيها، اكيد مرت بيها في حيوات قبل. لاننا في النهاية من سورس واحد، وفينا نفس النفحة الإلهية اللي بتتعلم. في ظهر الدك في surrender, stubbornness. If you are tensing up or taking a rigid stance about something, gently observe yourself and become more yielding. This will help you to communicate more lovingly with others and yourself. نفس اللي احنا قلناه. كل اللي احنا قلناه يؤدي ان انت ما تحكمش على اي حاجة ولا اي حد ولا اي موقف ولا اي مكان ولا اي شيء ايا كان ايه هو. والبنت هنا لما هتتخلى عن ده هتكون واقفة على أرض النسيج الزمكاني اللي متضفر فيه كل شيء ببعضه، متضفر فيه الأبيض مع الأسود، وبقى عندها وعي إنه اللي عامل كل الصورة اللي هي شايفاها دي التضفير والتشابك محسوب جدا بين الأبيض والأسود، وإنه التشابك ده طفرة في إنها تشوفه بشكله كده أو تفهمه بشكله كده، ولكن في طفرات وعي بعده، وهو لما يمتزج الأبيض والأسود تماما ويرجعوا الكورة بتاعت الين واليانج دي، بدل ما بتبقى أبيض وأسود بترجع لكونها نقطة مش مهم لونها ايه حتى، بس لونها ممتزج بين الأبيض والأسود. هي أكتر حاجة مهم ان انت طبعا عدم الخوف. يعني في النهاية كل اللي احنا قلناه ده العناد والمقاومة والتشبث ورسم توقعات معينة او سيناريوهات معينة، هو ده جاي من الخوف. عشان كده في اول قراية قلنا ايه اللي انت محتاج ما تخافش منه. محتاج تفتكر انه منظومة الخوف ممكن تتقنع في مليون ألف اسمها ايه معرفش، مش فاكرة والله. خلينا في مليون إحساس، بلاش الأرقام المعقدة المركبة. مليون إحساس ومليون قناع تاني من الأحاسيس يبدو إن هو ملوش علاقة خالص بالخوف. ايه عاوزين نشوف ايه أكتر حاجة انت عانيت فيها في اللحظة دي اللي انت فتحت فيها الأوديو، أكتر حاجة بتقاوح نفسك فيها أو بتغلط نفسك فيها.
او بتحكم فيها، او ايا كان اكتر طاقة هتطلع لنا دلوقتي. بسم الله. Knight of Cups. تستوضح أكتر المعنى. جميلة قوي المزيكا دي، صح؟ اكتر حاجة بتقاوح نفسك فيها معنى التجذر، المعنى الحقيقي للتجذر. المعنى الحقيقي للإشباع والشعور بالارتباط بكل شيء متجسد، لأنه معنى التجذر الحقيقي هو التجذر في الروح. أعتقد إنك عندك وعي في ده، بس لسه في جزء منك بيقاوح. يمكن لسه في جزء منك، وطبيعي مننا كلنا، بيحكم ومرتبط بالمفاهيم القديمة لكل شيء. في منكم هنا برضو ممكن يكون محتاج يكسر أو يهدم استقرار قديم في حياته، أو استقرار هو مازال فيه، يعني حاجة هو كان عارفها بمعنى الاستقرار في وقت من الأوقات، لكن دلوقتي فهم إن هي مش بتحقق له معنى الاستقرار الحقيقي. لأن الحاجة دي ما فيهاش التجذر الروحي اللي احنا بنقول عليه. مش عايزة أوضح أو أسأل إيه هي الحاجة دي أكتر، لأنها تختلف من حد فيكم للتاني، بس هي عموما زي ما أنا شرحتها كده. جزء من شاكرا البطن عندك أو الساكرال شاكرا محتاج جدا إن هو يتفعل. Ace of Cups و Knight of Cups تحت الكارت اللي بلون الساكرال شاكرا. الجزء ده تيقظ جدا فيك
بدأ يفهمك أكتر عن منظومة التعشيق بين الأبيض والأسود. وده كسر جواك معنى Queen of Pentacles المادية، اللي هي ايه المفهوم المادي عن Queen of Pentacles. خلق جواك معنى هنا، بص هنا نازلة Queen of Pentacles اللي قاعدة مربعة على رجليها وجنبها التين، ولكن لسه في شكر الحلق اللون الأزرق حاجة بتعندك 16 التور في أصوات جين 16، برمجة القديمة، الأصوات القديمة. ولما بقول محتاج تهد منظومة قديمة، أو ممكن يكون ده أصوات جين 16، ما تكونش في حاجة معينة متجسدة انت محتاج تهدها، زائد انك مش محتاج تهد حاجة تفعل فعل الهد، لا انت محتاج تعمل اللي احنا قلناه في اول القراية. فبالتالي اي شيء هيتهاوى لوحده هتعمله وانت مش حاسس انك بتهد او بتعفق او بتعمل مجهود فظيع، لا انت اوريدي هتبقى روحك منسابة، وانت اصلا حتى بتاخد قرار يبدو ان هو قرار حاسم في حياتك. فاهمين الانسيابية دي؟ كأسك المقدسة بتمد ايديها ليك، جاسمين، معلمك الروحي الجاسمين اللي جواك بيتيقظ وبيمد ايديه ليك. والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الحكيم. الحكيم ولا الحزين؟ سامحوني لو بتلخبط، بس هذا البلد الحزين اعتقد. في عمق كبير في ربط الآية دي بالقراية. بس هياخد شرح كبير قوي وشرح باطني قوي، فخلينا بسيطين اكتر في الرسالة. لك اخر كارت. كات. Be relaxed and independent. خليك مستقل في معرفتك ومفاهيمك الروحية دلوقتي اللي بتتفتح لك، واعرف انه الحكمة المياوية اللي احترمها القدماء المصريين وفهموها ورمزوها طبعا بالقطة، والعالم افتكروا انهم بيعبدوا القطط، لكنهم كانوا كالعادة بيتكلموا بالرموز. افهم انه قطك
استيقظ في داخلك، وهو بيفتح لك الدايرة الأورنج، سواء في سطوعها الضخم ورا أو في ظهورها المكثف فوق راسه. ولو شفت قطة في اللحظة اللي انت بتسمع فيها الأوديو أو بعد خلال اليوم ده اللي هتسمع فيه الأوديو، اعرف انها بتأكد لك جدا انه القراية دي تنطبق عليك بنسبة 100% في اللحظة اللي انت فتحت فيها الأوديو. شكرا ليكم، واشوفكم في قرايات تانية. باي باي.